هل عندك حالة من اليأس وإحساس إنك بتعمل مجهود بس النتيجة مفيش؟ فكرت توقف لأنك حسيت إنك بتضيع وقت ومجهود على الفاضي؟ عايز تعرف المفروض توقف امتى؟ اسمع الكلمتين دول. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني إيه؟ يعني لو القيامة بتقوم دلوقتي حالا وفي إيدك فسيلة زرع صغيرة اللي منها بتنبت الشجرة أو الزرع، يعني ازرعها. طب يا رب ازرعها ليه؟ ده القيامة بتقوم، مين هيستفيد منها ولا هياكل منها؟ مش بتاعتك دي. أنت عليك العمل والسعي والجهد، وربنا عليه النتيجة إيه وهتيجي إمتى وإزاي. وافتكر الآية اللي بتقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني ربنا مش هيعمل معانا زي المدير في الشركة، حققت التارجت تترقى، ما حققتش تترفد. لا، ربنا هيشوف لو انت بذلت مجهود. ربنا منتظر مننا بس عمل. عرفت دلوقتي توقف امتى؟ ببساطة عمرك ما توقف تبذل مجهود حتى لو لسه ما شفتش النتيجة.